38% جمارك ادفعهم على الموبايل بعد ما اشتريه. يعني لو الموبايل عامل 60000 جنيه مثلا ادفع له جمارك 22000 جنيه. انا عايز اقول لك ان ستيف جوبز اصلا مش بياخد، صاحب شركه ابل حرفيا مش بياخد المبلغ ده او مش بيكسب المبلغ ده كله الموبايل الواحد. الغاء اعفاء الجمارك على الموبايلات، قرار تعكير المزاج العام حرفيا. هي الحكايه كبيره فعليا، لكن خلينا اشرح لك الموضوع بايجاز وبشكل مبسط جدا وبدون اي تعقيدات. فمن غير كلام كتير كده يلا بينا. طيب يا جماعه، هو الموضوع باختصار ان من كام يوم بالظبط الحكومه اعلنت بوقوف موضوع الاعفاء الاستثنائي ده تماما. طبعا القرار من البدايه كان بسبب تنظيم السوق المصري ومنع دخول اجهزه غير رسميه، وده هدف مهم جدا طبعا. طيب ايه حوار الاعفاء الاستثنائي ده؟ خلينا اشرح لك الموضوع ببساطه جدا. الاعفاء الاستثنائي ده بكل بساطه كان بيسمح لك انك تدخل موبايل واحد لو انت جاي من الخارج. بمعنى اخر، لو انت حد جاي من الخارج مسموح لك انك تدخل جهاز واحد بس من غير ما تدفع له اي جمارك، بشرط واحد طبعا، واللي هو يتسجل في المطار قبل ما تدخل البلد. يعني حتى بعد تطبيق القرار ده، يعني القرار ده المفروض تم اصداره سنه 2024 تقريبا، حتى بعد تطبيق القرار ده بيسمح لك انك تدخل بجهاز واحد بس من غير ما تدفع له اي رسوم جمركيه. ودي ببساطه حته الاعفاء الاستثنائي، وده اسلوب الحكومه بتاعتنا استخدمته لفتره مؤقته، وده لسبب واحد او على اساس واحد. ده حصل على اساس ان السوق المحلي لسه ما فيهوش التصنيع الكافي، كان المفروض يفضل شغال لحد ما السوق المحلي يكبر. ومع دخول سنه 2025 حصل توسع كبير قوي في تصنيع الموبايلات داخل مصر، داخل الشركات كبيره فعليا ولها اسم ضخم جدا خلال السنه اللي فاتت، وحققوا نسبه من الانتاج ضخمه جدا، حوالي 20 مليون جهاز تقريبا في السنه. فبعد التطور ده عموما الحكومه شافت ان مفيش سبب او مفيش مبرر انهم يكملوا على هذا النمط، فقررت تلغي الموضوع ده تماما وما بقاش في حاجه اسمها استثناء. القرار ده المفروض اصلا يتنفذ قريب جدا من يوم الاربعاء تقريبا الساعه 12 الظهر. ومن اللحظه دي طبعا اي موبايل هيدخل مصر من الخارج، سواء اجنبي بقى او مصري جايب موبايل كهديه مثلا لاسرتك، هيدفع له جمارك. مفيش حاجه اسمها استثناء. ممكن اصلا الموضوع ده ما يفرقش كتير قوي مع الاجنبي او مع المصري اللي جاي كام يوم مثلا كده، فاهم، اللي هو كام بساط وياخد بعضه ويرجع تاني، علشان كده هيبقى في فتره سماح اللي هي 90 يوم. دي حاجه اسمها الاستثناء المؤقت. بعد ال 90 يوم بس من ختم الدخول اجباري هتدفع الرسوم الجمركيه اللي هي اوريدي هتكون موجوده على الموبايل، اللي هي المفروض 37% من اجمالي ثمن الموبايل. خلال المده دي كده الموبايل هيفضل شغال معاك على الشبكات المصريه ومش هيواجهك اي مشاكل خلال مده ال 90 يوم. طبعا النسبه دي اللي هي 38% دي شامله لكل حاجه، سواء جمارك بقى او ضرائب او حتى رسوم تنظيم. كده الدوله وفرت اكتر من وسيله دفع الفتره اللي فاتت، وفرت لك ده طبعا علشان ما تواجهش اي صعوبه في حته الدفع. عندك دلوقتي تطبيق تليفوني تقدر تدفع من عليه، او تقدر تدفع من خلال البنوك او المحافظ الالكترونيه، دلوقتي بقت تدعم الحته دي. وفي كلام تاني على ان هيبقى فيه امكانيه التقسيط، الموضوع هيدخل فيه نظام تقسيط الفتره الجايه باذن الله. دي حاجه طبعا انا ما اقدرش اكدها، ولكن في اكتر من مصدر موثوق فيه جدا اتكلموا في الحته دي واكدوا ان الموضوع ده فعليا هيحصل فيما بعد. فحاجه كمان خاصه بمصلحه الجمارك برضو، وتقريبا انا نسيت اتكلم فيها. مصلحه الجمارك دلوقتي هتسمح لك انك تدخل، لو انت جاي من الخارج يعني هتسمح لك انك تدخل ب5 موبايلات، ده كحد اقصى. طيب لو دخلت مثلا ب6 موبايلات او 7 موبايلات او اكتر من كده، يعني لو العدد ده زاد بمعنى اخر هيتعامل معاك على انك استيراد تجاري، هتدخل بقى في اجراءات تانية وحاجات مختلفه كده. القرار ده اتطبق طبعا علشان كان في ناس وهي جايه من الخارج كان بيبقى معاها اكتر من موبايل مثلا وتيجي تبيعهم هنا بشكل غير رسمي. وبيقولوا كمان ان القرار ده ساهم بشكل كبير قوي في تقليل التهريب ودعم الصناعه المحليه كمان وفر اكتر من 10000 فرصه عمل. انا عايز اقول لك ان التجار نفسهم شايفين ان موضوع زي ده هينظم السوق اكتر، يعني بما ان الشركات بتصنع جوه مصر فده ممكن يخلي الاسعار اكتر استقرارا الفتره الجايه. وبالنسبه للعلامات التجاريه، في اكتر من شركه بقت تصنع جوه مصر فعليا وبنفس المواصفات ومعايير الجوده العالميه، زي اوبو، سامسونج، شاومي، ريلمي كمان وغيرهم من العلامات التجاريه الكبيره قوي. في النهايه القرار ده طبعا مش راجع للموبايلات القديمه، الموضوع مش باثر رجعي، لان اي جهاز دخل مصر قبل تطبيق القرار ده او قبل الاجراء ده مش هيواجهك اي مشاكل معاه ومش هيطلب منك انك تدفع له رسوم جمركيه. الفكره ان اي موبايل جاي من الخارج بعد يوم الاربعاء يوم 21 يناير لازم يتسجل ويتسدد عليه الرسوم الجمركيه خلال المهله المحدده. انا فاهم طبعا ان الموضوع بقى بايخ قوي وبيمثل عبء نفسي غير مبرر على نسبه كبيره قوي من الناس المقيمين بالخارج. الناس دي تقريبا من اهم المصادر العمله الصعبه بسبب تحويلاتهم المستمره، فاللي هو المفروض لو انت فعلا عايز تدعم الصناعه المحليه ممكن تدخلها من طريق تاني، مثلا زي تخفيض الجمارك مثلا او اعفاء مكونات الجهاز من الجمارك تماما، ان تكلفه الموبايل نفسها تقل. 38% جمارك ادفعهم على الموبايل بعد ما اشتريه، يعني لو الموبايل عامل 60000 جنيه مثلا ادفع له جمارك 22000 جنيه. انا عايز اقول لك ان ستيف جوبز اصلا مش بياخد، صاحب شركه ابل حرفيا مش بياخد المبلغ ده او مش بيكسب المبلغ ده كله الموبايل الواحد. يعني اعتقد مكسبه في الموبايل الواحد اقل بكتير قوي من النسبه دي. طبعا الموضوع كده بقى امر واقع، واكيد او اتمنى يكون في كلام حوالين الموضوع ده تاني، بس اللي جاي طبعا اتمنى ان هو يكون جاي لصالح المواطن. فبس كده، لو حصل اي جديد حوالين الموضوع ده اكيد هطلع اقوله لك. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وطلعتوا باكبر استفاده ممكنه من الفيديو. لو لسه ما عملتش لايك، سبسكرايب، كومنت حلو، اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي. الحاجات دي بسيطه فعليا لكن بتفرق معايا جدا، شير بقى المحتوى والكلام ده. اشوفكم الحلقه الجايه على خير باذن الله. سلام.